ردد هذه الآية المباركة في يوم الجمعة 100 مرة، وبإذن الله عز وجل لن تأتي الجمعة التي بعدها إلا وقد فرج الله كربك وأزال همك ورزقك من حيث لا تحتسب وقضى عنك دينك. وقبل أن نتعرف على هذه الآية المباركة، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، هذه الآية المباركة آية عجيبة تشتمل على أهم دعاء يحتاج إليه كل واحد منا، لأن هذا الدعاء به فرج الله كرب قوم وأعادهم به إلى الحياة. يوم الجمعة من أفضل الأيام ولا يرد فيه الدعاء، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن لنا في يوم الجمعة أن نقرأ سورة الكهف، فبها ينير الله قلبك وطريقك وحياتك. وفي سورة الكهف آية عجيبة بها دعاء عظيم ينجي الله عز وجل به من أي كرب، بل بهذا الدعاء يعيد الله عز وجل الإنسان إلى الحياة بعد أن وصل لمرحلة الموت من الهم والكرب والضيق. فعندما تقرأ سورة الكهف من أولها آية بعد آية حتى تصل إلى قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هؤلاء فتية قد فروا بدينهم من ملك ظالم غاشم، وكانوا في هم وضيق شديد، وعند ذلك لجأوا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم الذي هو موجود في هذه الآية: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ردد هذه الآية وهذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رددها 100 مرة، وإن وجدت لها حلاوة فزد في تكرارها، فهذه علامة على استجابة الله عز وجل لك.